يا صباح الفل. ازيكم يا رجاله؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم احمد من قناه احمد اكس تي في، وان شاء الله النهارده جاي اتكلم معاكم عن مشكله اول مره تقابلني. طيب ايه المشكله او ايه اللي حصل يعني؟ اللي حصل باختصار ان انا اشتريت القناه دي من قريب، وغيرت الاسم بتاعها. اسمها القديم كان موفيز افلام، غيرت اسمها حاليا لاحمد اكس تي في. فاجئت ان انا لما باجي مثلا حد يجي يعمل سيرش على القناه في اليوتيوب، بتظهر له كلمة تانية غير اللي أنا مسميه بيه. طيب إزاي؟ أو مش فاهم أو تهت منك. يعني ده مثلا اسم القناة، طبعا السكرين ده ممكن ما تكونش واضحة من الموبايل، هسيبه لكم على الشاشة. بيظهر اسمه مختلف غير اللي أنا مسميه بيه. طيب حاولت إن أنا يعني أبحث على جوجل، أشوف اليوتيوب، كل الكلام ده مفيش أي حاجة. قلت يمكن العيب مثلا من الموبايل، جبت تليفون تاني، عملت برضه سيرش على اليوتيوب، نفس الكلام، اسم غير اللي انا مسمي القناه بيه بيظهر على القناه. طيب المشكله دي طلع حلها سهل جدا. يعني قلبت اليوتيوب كله، قلبت جوجل، حتى يعني دورت في كل حته، حتى كلمت ناس ليهم في المجال ده وشغالين في المجال ده، محدش عرف يفيدني في الموضوع ده. الموضوع ده طلع يعني سهل جدا، اي حد ممكن يعمله. يعني انت ممكن تكون عامله وانت اصلا مش واخد بالك اللي انت عامله. فتعالى كده نتابع الشرح ونشوف حل المشكله دي ازاي. طيب تعالى كده نشوف. دلوقتي انا بحثت على جوجل على المشكله دي. هدخل على اول لينك اللي هو تبع اليوتيوب او جوجل. بيقول لي هنا لازم تسجل دخول على اليوتيوب من القائمه اليمنى، انقر على التخصيص. طيب تمام، هفتح الاستوديو معاكم واوريكم كل حاجه. من هنا هضغط على التخصيص، ومن هنا هجيب المعلومات الأساسية. طيب زي ما انتم شايفين كده، الاسم القناة أنا مغيره أحمد إكس تي في. طيب بس أنا لما باجي أعمل سيرش على القناة تظهر لي إن دي اسم القناة. طيب المشكلة دي أنا لقيت حلها إزاي تقريبا. أنا دورت على الفيسبوك واليوتيوب وجوجل على حل المشكلة دي، مفيش حد أصلا عارف المشكلة دي بسبب إيه. طيب المشكلة دي بسبب ترجمة اسم القناة ووصفها، اللي هي دي اللي عاملة المشكلة هنا. طيب أنا عرفت إزاي؟ عرفت إن أنا ضغطت على تعديل الترجمة، ظهر لي ده الاسم اللي أنا عامله للقناة أحمد إكس تي في، وهنا الوصف بتاع القناة. لكن بيقول لك بالإنجليزي ده الترجمة للاسم. طيب يعني إيه الصمت والهدوء أو الاسم اللي ظاهر ده والوصف ده أنا ما عملتوش؟ يعني انا شاير القناة وغيرت اسمها احمد اكس تي في، لكن الاسم اللي ظاهر ده انا ما عملتوش خالص. طيب قدامنا حلين، ان انا يا اما اعدله يا اما احذفه. في الحالة دي انا هحذف الاسم خالص. تمام، وهضغط هنا على نشر. طيب جاب لي هنا اثبات الهوية. طيب كده انا اثبتت الهوية، واجيب التليفون اشوف الوضع اتغير ولا لا. يعني لما جيت هنا فتحت اليوتيوب، ظهر هنا اسم القناة بدون أي مشاكل. حتى لما بعمل ريفرش هنا بتظهر القناة أو اسم القناة معايا بدون أي مشكلة. بس يعني أنا بصراحة ما كنتش أعرف حاجة زي دي، وبصراحة يعني كان الموضوع ده شاغلني إن الاسم ده أنا معرفوش أو ما سمعتوش قبل كده. لكن طبعا يعني الحل بسيط والدنيا طلعت بسيطة يعني. بس يعني دي كانت حلقة النهاردة، واشوفكم على خير ان شاء الله.